أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بدا غريبا أنه مسؤول أوروبي يتحدث بلهجة غير المصدق، لهجة المندهش، عن موافقة جامعة الدول العربية وموافقة شخصية حتى من أمينها العام على فرض حظر للطيران على ليبيا، لأنهم تصوروا أن الجامعة ستواصل طريقة عملها العادية خلال نصف القرن الأخير، أنها النادي بتاع الحكام، سواء كانوا طغاة بقى أو مش طغاة، المهم إنه الأمين العام ده سكرتير الحكام العرب، بينفذ أوامر الحكام العرب. واكتشفوا إنه عمرو موسى في أيامه الأخيرة في منصبه قرر إنه يبقى سكرتير الشعوب العربية، إنه يفكر الشعب الليبي اللي القذافي بيقصفه بصواريخ محمولة جوا هو الذي يستحق أن ينتمي إليه عمرو موسى، ولا عمرو موسى بينتمي للقذافي؟ ده سؤال صعب جدا، لكن يبدو أنه عمرو موسى حسم اختياراته. عمرو موسى ينتمي للليبيين الحقيقة، وهذا مهم جدا. بعد ساعات يمكن أو في المدى الأقصى خلال يومين ثلاثة سيفرض حظر جوي على ليبيا، وهذا له مغزى كبير. لن يستطيع القذافي بعد الآن أن يضرب شعبه بالصواريخ المحمولة جوا. هل هذا خبر جيد للدكتور رمضان بن عامر مدير تحرير جريدة العين تايمز نيوز؟ مساء الخير يا دكتور. نعم مساء الخير. هل هذا خبر جيد؟ نعم هذا خبر جيد جدا، ولكن نحبذ أن يكون في وقت أقرب صحيح. من يومين أو ثلاثة، لأن القذافي صار يقذف جماهير ليبيا والثوار الليبيين منذ الساعات الأولى. الطيار الليبي اللي بيضرب شعبه بالقنابل ده شكله عامل ازاي يا استاذ رمضان؟ دول طيارين ليبيين؟ لا أعرف، للأسف هناك طيارين ليبيين وهناك طيارين من دول ويجي له قلب يا أخي يضرب الليبيين بالصواريخ؟ كما يقولون أنهم تحت الأوامر. تحت الأوامر. ولكن هناك برضو طيارين من المرتزقة من دول أخرى يعني للأسف يعني. لكن المؤسف في فرض حظر جوي على ليبيا أنه كما أنه سيمنع القذافي من أن يحلق بقاذفاته لأنها تتضرب على طول لو طلعت بالصواريخ اللي من متوسط، هو فاهم الحكاية دي. هو سيمنع الطائرات المدنية أيضا. نعم اوف كورس. بالطبع هناك إيجابيات وسلبيات لكل شيء، فالحظر الجوي حيكون له بعض السلبيات ولكن إيجابياته أكثر في هذا الوقت. لن يكون من الممكن مثلا أنه يتم إرسال معونات طبية أو غذائية عاجلة للشعب الليبي لأنه هناك حظر جوي. نعم ولكن ممكن الاستفادة من الحدود المصرية الليبية والحدود التونسية الليبية، وأيضا من بعض المواني من الدول المتحررة أو المناطق المتحررة من ليبيا، كما هو في مصراتة الآن وأيضا بنغازي والبريغا وهالمناطق البحرية يعني. طب بمناسبة المناطق المحررة، أعلن فيها كما تعرف طبعا منذ أيام ما يسمى بالمجلس الوطني الليبي. هل هذا المجلس يمثل عموم ثوار ليبيا في رأيك يا دكتور؟ نعم. الليبيون جميعا والثوار جميعا في المناطق الليبية شرقا وغربا وجنوبا اتفقوا على أن هذا المجلس الوطني هو الممثل الرسمي للشعب الليبي. ونحن نتمنى الاعتراف. نعم متأكد لأنه جدا لو أن هذا مؤكد فإننا ينبغي أن نطالب الدول العربية بالاعتراف به كممثل شرعي للشعب الليبي. نعم سيدي. نحن نطالب الدول العربية أن تحذو كما حذت فرنسا. لكن فرنسا قالت أنا بفكر أعترف، الحقيقة لم تعترف بعد. لا أعتقد أن فيها هناك اعتراف رسمي من فرنسا، ولهذا القذافي نفسه قال بأنه غير صار بهذا الخبر، وأنه يحمل فرنسا بأن هذا تدخل من فرنسا في الشؤون الليبية. ولكن أيضا هناك بعض الأخبار السارة التي وصلتنا اليوم بالهاتف من أمريكا نفسها بأنه أمريكا وبريطانيا نفسها ستحذو في غضون أيام بالاعتراف بهذا المجلس. وأيضا أريد أن أحبذ أن الدول العربية لازم أن تأخذ وهذا موقفها في هذا الأمر يعني. وأيضا نتمنى أن يعترفوا بجيش الجيش المقاتل. هذوما ليسوا بثوار فقط، وإنما الجيش أصبح جيش منظم تحت لواء المجلس الوطني، فأنه الجيش الليبي الرسمي. وأنا تسرني جدا يا دكتور الإشارات التي تأتي من بني غازي إن إحنا مؤقتا في بني غازي إحنا عاصمتنا طرابلس، لأن القذافي يتحدث عن تقسيم ليبيا. نعم. ليس هناك سيكون تقسيم ليبيا إن شاء الله. الشعب الليبي كله موحد، وهناك تعاون
وتزاوج وهكذا، وليس سيكون هناك. والثوار أعلنوا من نفس اليوم بأن هدفهم هو الوحدة الليبية، ليس انشقاق الشرق عن الغرب وهكذا، وأيضا أن عاصمتهم طرابلس، فسيطالبون بالعاصمة. رئيس الأركان الأمريكي قال أنه لا تستبعدوا أن يمتد زمن هذا النزاع المسلح في ليبيا ليصير ما يشبه حربا أهلية مزمنة. هذا أفزعني جدا يا دكتور، هل هذا ممكن في رأيك؟ إن شاء الله لا. هناك اوف كورس بعض الطوائف التي تسعى إلى هذا، والقذافي واحد منهم يسعى إلى الحرب الأهلية بأنها تكون عامة، كما قلنا من قبل بأنه هو يقول أنا وبعد الطوفان. فيعني هو يتمنى أن إذا ما هو القائد فهناك طوفان وحروب أهلية كلها ولكن هذا لا يحصل، بأن الشعب الليبي واعي جدا لهذه الأمور وسيسعى بالتعاون والاتحاد، وليس هناك حروب. الحرب الوحيدة أن القذافي الآن يحارب الشعب الليبي، شعبه الذي احتضنه لمدة 42 سنة وأعطاه كل ما لديه. الشعب الليبي ما احتضنوش، الشعب الليبي كان تحت رجليه، ده هو كان راكب فوق دماغه يا أخي. أو احتضان يا دكتور. هذا صحيح، ليس احتضان الكلمة المضبوطة، ولكن بمعنى أن نحن رضينا يعني تحت الجزمة بتاعه زي ما تقول، يعني للأسف ولكن هو يحاربه كأنه يحارب دولة أخرى. شايف؟ يعني إذا كان هناك حرب مثلا ما بين دولة ودولة، هو لم يفعل أي حرب بهذه العشوائية. طيب رغم دمويته هذه وأنه لا يتورع إطلاقا عن قصف المدنيين بالطائرات، لكنه لم يمس حتى الحقول النفطية التي استولى عليها الثائرون. نعم. ليه في رأيك؟ هل الراجل ده بيفكر انه هيطهر هذه الاماكن من الثائرين بعد قليل ويرجع يغرف الذهب الليبي تاني؟ نعم، هذه نقطة جيدة، لأن أنا كنت أود أن أذكرها. إن الحروب في الأيام القادمة ستكون حروب اقتصادية، بمعنى ستكون حروب على مناطق البترول. لأن صراحة الذي سواء الثوار أو القذافي يحكم هذا الأمر ويملك البترول، هو الذي ستتعاون معه الدول الأوروبية والغربية، لأن ينظروا إلينا بمنظر البقرة الحلوب. شايف. هكذا البقرة الحلوب، نحن البقرة الحلوب في عندها. ولكن الثوار يتقدمون، لكن أنت ما قلتليش ليه القذافي نفسيا يتورع عن ضرب الآبار النفطية الليبية حتى تلك التي يسيطر عليها الثوار؟ أنا عندي تفسير الحقيقة إنه الراجل بيقول أنا لن أفسد منجم الذهب، لأن أنا هرجع أستولي عليه تاني بعد شوية. نعم. هو يحلم بأنه سيحكم هذا البلد، ويحلم بأنه سيكون الإمبراطور الجديد وابنه يتولى بعده. ويحلم بأنه سيكون بمثابة كما قال بمثابة عبد الناصر وبمثابة الشيخ زايد وبمثابة الملكة إليزابيث. ولكن كل هؤلاء لم يضربوا شعبهم، وإنما أكرموا شعبهم لسنوات طويلة، ولكن هو ضرب شعبه. هذا خطأ كبير منه، فنحن لا ليبيين لن نغفره أبدا ولا نريده. طب قل لي، حينما دخلت إلى الاستوديو دكتور قلت إن أول ما أود أن أبدأ به هو نداء لتقديم مساعدات إنسانية للليبيين، وأنا سألتك أن نؤجل ذلك إلى نهاية الحوار. ها نحن قد وصلنا إلى نهاية الحوار، تفضل. وجه ما تشاء من نداءات. نعم، هو جاءني صراحة رسالة أمس عبر الإيميل، هم أن الجماهير الثوار والشعب الليبي في المناطق الشرقية خاصة يحتاجون إلى الوقود للكهرباء والإلكتريسيتي، ويحتاجون إلى الأدوية. ليبيا محتاجة وقود. نعم. ده شيء هزلي جدا. نعم.
نعم لأن البترول ليس الآن في وقت الحرب مستطيع التكرير والتوزيع وأيضا فهم يحتاجون الوقود للكهرباء وهكذا. هكذا الفاكس وصلني وأنا مع الرسول إلى البلاغ. وكيف يمكن توصيل هذا الوقود؟ افرض مثلا أنه الإمارات تطوعت بناقلة. نعم كيف نتمنى ذلك. كيف توصله لأهلنا في بني غازي مثلا؟ هم شرحوا في رسالة معينة نعم عن طريق ميناء طبرق أو ميناء بني غازي. الميناء مفتوح وآمن يا دكتور؟ نعم شبه آمن. ولا القذافي يضربوا صاروخ يبقى حرقنا الدنيا يعني؟ والله أنا أعتقد أن النقطة اللي ذكرتها في بداية هذا البرنامج وضحت أن هناك ما بين يومين أو 3 وسيكون حظر جوي. أيوه. فهذا سيساعد الكثير. ولكن هناك عملية اللوجيستكس يعني السفر أو النقل ما بين الخليج وليبيا ممكن ياخذ كم فيمكن أسبوع مصر أو شهر. تكون أقرب يا دكتور. نعم يا ريت تكون أقرب. يا ريت نحن نتمنى من مصر أو من تونس من المناطق القريبة ليساعدوا هذا الثوار. وأيضا يريدون المساعدة الطبية، يريدون الممرضين والممرضات، يريدون الدكاترة، يريدون خاصة حددوا في رسالة لدي أنا منها نسخة الإنسولين لمرض السكري لأن الظاهر أن هناك الكثير. يا دكتور خليني أوجه أنا هذا النداء مرة أخرى لمعالي عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية حتى الآن ولجامعة الدول العربية، على الجامعة أن تعلن حالة الطوارئ العربية. عليها أن تقول إن بلدا عربيا شعبه مهدد بأن يموت بأعداد كبيرة في جرائم إبادة جماعية ترتكب في حقه أو جرائم منع المساعدات من الوصول إليه. الليبيون بحاجة إلى العون العربي، وهذا هو العمل الأصلي لجامعة الدول العربية، إنها تحافظ على الشعوب العربية من الانقراض. ولا إيه؟ شكرا جزيلا لسعادة الدكتور رمضان بن عامر مدير تحرير جريدة العين تايمز نيوز. قارئة